من الحاجات اللي بتهم ناس كتير قوي في رمضان هي ممارسة الرياضة والتوقيت بتاعها بالشكل اللي يخليني احرق كويس، سواء لو انا عايز اخس او وزني يقل او لو انا بحافظ على الكتله العضليه بتاعتي. خلينا ناخد بالنا ان العضلات بتاعتنا لما تيجي تمارس الرياضات الايروبكس او الكارديو او الرياضات اللي ما فيهاش اوزان كبيره بتتشال زي الجري ولعب الكوره وغيرها من التمارين اللي فيها الاسترتشنج والكارديو، عاده العضلات في التوقيت ده بتحرق دهون بس ما بتحرقش سكر، ودي ميزه حلوه جدا مع الصيام لان احنا في التوقيت اللي بيكون ما بين العصر والمغرب ده الوقت اللي بيكون مخزون السكر اللي كان متخزن عندنا في الكبد بدأ يقل، وبدأ الجسم يحرق دهون عموما ويديها للكبد عشان يطلع منها سكر. تخيل بقى ان انت في التوقيت ده تبدأ تلعب الرياضة بتاعتك، وبأكد لك تاني رياضات ايروبيك او كارديو مفيش فيها اوزان كبيره بتتشال ولا فيها اجهاد عضلي كبير بيحصل، اضمن لك ان عضلاتك وقتها هتحرق اكبر كميه من الدهون المخزنه حوالين منها، لان انت في اللحظه ديت قدام حاجتين، قدام جسم محتاج سكر فيحرق دهون عشان يطلع منها سكر، وقدام عضلات بتحرق حرق ايروبيك عن طريق الرياضات الايروبكس اللي بتتعمل او الكارديو اللي بتتعمل، فانت ضربت عصفورين بحجر، رفعت معدل الحرق عندك وحركت الدهون اللي كانت متخزنه وبدات العضلات بتاعتك تظهر. والناس اللي بتلعب وعارفه كويس قوي مراحل الديفينيشن او اظهار العضلات قد ايه مهم ان الدهون المحيطه بيها تقل، عشان كده افضل وقت تلعب في رياضه في رمضان ما بين العصر والمغرب بدون اجهاد على جسمك. وافتكر دايما ان صحتك اهم.